قررت اتسحر النهارده تصاد جبنه، وهو منه تغيير مع شويه دلع وحاجه مختلفه كده. فرحت عند مكان كنت صورت تجربتي عنده قبل كده، لكن كانت سندوتشات فين وحلوه وحادقه. هنصلي على النبي كلنا ونعمل لايك للفيديو وشير علشان اقدر استمر على خير. محروس خش ودوس اللي موجود في طوخ في فيلا البطح. كنت هنا من فتره وجربت سندوتشات الفين والحلوه والحادقه، وكانت تجربه حلوه بالنسبه لي. لكن المره دي عرفت انهم اضافوا طاسات الجبنه للمنيو، فقلت اجي اجربها والمره يكون سحور جديد كده بدلع الكلام. تعالوا بقى هنشوف طلبت ايه وايه اكتر حاجه هتعجبني. اول حاجه طاسه جبنه بالسجق وطاسه جبنه بالبسطرمه. خالد صاحبي هيبدا الاول ويسمي ويدخل على طاسه السجق وياخد لقمه ويودي، وبعدين على طول على طاسه البسطرمه ولقمه متينه برضو ويودي. هدخل انا بقى اسمي وادوق علشان الكلام يروح واشوف الكلام على ايه. بدات بطاسه الجبنه بالسجق. كميه الجبنه مع السجق حلوه. السجق الموجود في الطاسه دي بلدي، وطاسه الجبنه هنا معموله بالسمنه البلدي كمان، يعني حاجه كده بمكونات عاليه وجميله، وده اللي متعودين عليه من المره الاولى عند محروس خش ودوس. وطاسه الجبنه بالبسطرمه برضو كانت حلوه، بس بقترح عليهم يقطعوا البسطرمه اصغر من كده شويه علشان تبان كميتها في الطاسه. وكان بالنسبه لي نفس راي خالد، طاسه السجق كانت احلى. نشوف الطاسه الاخيره بقى، ودي طاسه جبنه بالبطاطس المقليه وعليها فايته لانشون خفيف كده من فوق. المميز فيها الجبنه الصراحه، ودي حاجه على قد الايد برضو، ممكن تطلبوها مع واحده سجق او واحده بسطرمه. وفي طبعا طاسات تانية مختلفه. ده المنيو، خدوا سكرين شوت ليه. ندخل بقى على سندوتشات الفينو الحلو والحادق. فاهيتا مشكل جبن ورومي مع التركي، وده بطاطس جبنه رومي. وفي سندوتشات الحلو كان في كريمه لوتس وكريمه حلاوه بصوص البيستاشيو وكريمه مربى بصوص التوت وكريمه اوريو شوكولاته. هسيب لخالد السندوتشات الحادقه علشان هو ملوش في الحلو، وبالمره ياخد فرصته ويقول لنا رايه في سندوتشات الحادق. هو يحدق وانا اعلي، وجربهم واحد واحد وعجبوه الحمد لله كلهم. هدخل انا بقى احلي واعلي وربنا يسترها على ضغطي. لازم لي شويه قهوه ساده بعد الحوار ده. السندوتشات كلها كانت بتبظ كده ودسمه، بس انا حبيت اكتر سندوتش الكريمه حلاوه بصوص البيستاشيو. كان حاجه خفيفه كده ورايقه. حتى خالد قال لي يجرب ويحلي ويخليها على الله، ربنا يسترها وما ينامش مني. بس لقى الموضوع فولت عالي وقال هيدوق بس ويخلينا اكمل انا. وكان سحور حلو وجميل عند محروس خش ودوس، وروقنا على نفسنا بحاجه مختلفه كده عن السحور التقليدي الفول والطعميه. وفي النهايه بقى ما تنسوش تقولوا لي رايكم لو جربتوا سحور زي ده، واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم. ومع السلامه يا غاليين، اشوفكم في فيديو قريب وجديد.